مدينتنا فيها كشك هاتف قديم، يقولون إنه أول كشك تم بناؤه على الإطلاق. الأسطورة تقول إنك تقدر تتصل بأي شخص حي أو ميت، لكن ما تقول لأحد مين اتصلت وإلا تصير ملعون. في ليلة خريفية قررنا أنا وأصدقائي نجربه. اتبعنا الطقوس، عدينا خزان الموية عبر الغابة لين لقينا كشك من خشب المهوجني الغامق، زجاجه نظيف بدون أي خدش، وجوا داخله جهاز هجين غريب بين الهاتف والآلة الكاتبة. الجو داخل الكشك مليان توتر، وكل واحد فينا يحضر نفسه للاتصال. اتصلت بجوي، الخط رن وفجأة رد. عدم تصديقنا تحول لضحك وحماس. بعدين دوس أخذ السماعة وهمس هلو جدتي. تجمدنا لما تكلم مع شخص ما كان المفروض يقدر يرد. الكشك كان يهتز بطاقة غريبة والأضواء تومض بعنف. قبل ما نفهم أي شيء صار فوضى. الكشك كان حي تقريبا، مضيء وكأنه غاضب. جرينا خارج الغابة بسرعة، بس دوس ما تبعنا فورا. لما طلع أخيرا كان بعيد المنال، كأنه مشى أميال ما شفناها. بعدين الرنين وصل بيتي. دوس كان على الخط مذعور، أظن إني ما طلعت أبد، هذا بس الكشك. قالت إن هالشي بيصير. بعدها الخط انقطع. ما تكلمت مع دوس مرة ثانية. ذيك الليلة فهمت الحقيقة، الكشك ما بس يوصل المكالمات، هو يطالب بها.